المقابل البرتغالي ألكسندر سانتوس. وفي هذه الآونة الموريتاني دحام بيدا يعطي ضربة البداية لمباراة ملعب 30 يونيو، مباراة إياب ربع النهائي بدراف وعودة بعد غياب مباراة الذهاب لربيع حريمات. أحمد حمودان، رضا سليم كذلك يبدأ أساسي مكان آية ترخان ويوسف الفحلي. الدقيقة الأولى هنا كرة بيع أولى الكرات الثابتة لفريق الجيش الملكي في توقيت دقيقتين منذ انطلاق المباراة. من هناك كرة المتابعة أحمد حمودان 4 أهداف. طويلة كرة خطيرة مايلي وخروج الحارس أحمد التقنوطي. موسى الزامبي والريفيرس يونايتد النيجيري. طويلة كرة مايلي معه فالوميندي بعيدة على مايلي قبله مروان الوادي وانطلاقة سريعة يوسف الفحلي حط كرة فحلي والهدف الأول العساكر بهدف عبد الفتاح ذراف. العساكر بهدف عبد الفتاح ذراف في هجوم سريع قاده من اليمين يوسف الفحلي، وكان يسبق في المحور عبد الفتاح ذراف بتسديده خالد الشناوي يمضي الهدف الاول. واضح انه سانتوس منذ البدايه لم يتحول للقاهره من اجل الدفاع. شاهدناه يلعب عالي يمشي المناطق بيراميدز، والعشر دقائق الاولى يتمكن الزعيم بيراميدز مع هذه النتيجه. كره ثابته هدف تعادل كرة نفذها شيبي والدفاع يتدخل. ترجع من جديد شيبي لحامد حمدان، كرة خطيرة في كرة تيس مهند لاشين. حامد حمدان على اطراف حمدان ليوسف اوباما وضربة ركنية بعد التدخل من مروان الوادي بيراميدز. تنفيذ كرة والضربة الرأسية بعيدة الضربة الرأسية إلى خارج أرضية الميدان من أحمد سامي. بالخطأ كادي خالد حارسه في عملية ابعاد كرة ربيع حريمات ومتفتن أحمد التقنوطي. ربيع حريمات تقنوطي كان حاضر محمود الشيبي. طويلة كرة الشيبي عادت من الوادي. انتصف توقيت الشوط الأول 1-0 دائما الأسبقية للجيش الملكي. هنا محاولة المرور وتوكارنيرو في كرة بينه وبين محمود زلاكا تنتهي إلى خارج أرضية الميدان. ضربة محمد الشيبي يرفع كرة شيبي ترجم الدفاع ثانية ناصر ماهر. ما زالت التوسيع اوباما زلاكا كرة التعادل تضيع من بعيد. كرة التعادل تضيع من بعيد. يطلب العودة للفار. هل تجاوزت خط المرمى؟ زلاكا يشير أنه كرة تجاوزت خط المرمى. نتابع كرة أبعدها كارنيرو. كرة ناصر ماهر بالعرضية زلاكا والتدخل من تقنوطي. لا لم تتجاوز مبدئيا لم تتجاوز خط المرمى. كرة محمود زلاكا أكيد الاعتماد على تقنية الفار صعبة. لم تتجاوز كرة زلاكا في انتظار تأكيد من غرفة الفار. تمشي كرة أحمد حمودان يماد كرة حمودان توكارنيرو
وتوكارنيرو متسلل دان في كرة لناصر ماهر التوزيع والتقناوتي في استلام مهند لاشين يحط كرة لاشين خطيرة أحمد عاطف مطالبة بضرب جزاء التسديد موجود التقناوتي مطالبة بضرب جزاء مرة أخرى من لاعبي بيراميدز للمرة الثانية المطالبة بضربة جزاء هذه الإعادة ماهر أو تتحمل عديد القراءات تعود كرة للجيش الملكي 39 دقيقة لعب 1-0 للجيش الملكي بهدف توزيع كرة من ناصر ماهر وموجود الحارس أحمد التقناوتي تعود الكرة لفريق بيراميدز والتغطية يفقد توازن الفحلي في الأدوار الدفاعية دقائق يضيفها الحكم الموريتاني دحام بيدا كوقت بديل هذه كرة للجيش فرصة خطيرة كانت كرة خطيرة للجيش الملكي كانت كرة خطيرة للجيش الملكي رضا سليم مرة أخرى أحمد سامي محمود مرعي محمد الشيبي طويلة كرة الشيبي لناصر ماهر معه فالوميندي وكارنيرو قبل سلاكا يتأخر الدفاع من حامد حمدان المخالفات إلى كرة الشيبي ترجع من مروان الوادي كرة ثانية ما زالت في مناطق الجيش لأحمد حمودان قبل الدفاع حامد حمدان مايلي بين كارنيرو ومايلي ضربة مرمى بين فيستون مايلي وتوكارنيرو كرة تنتهي إلى خارج الميدان ضربة مرمى للجيش الملكي دين دراج وحمودان رضا سليم والفحلي على مستوى خط الهجوم هذه كرة توكارنيرو يتفادى الضغط والبريسينج جيش الملكي قلت اختار انه يدافع عالي يوسف الفحلي التوسيع من يوسف الفحلي خطيرة والتسديدة نصباش حريمات في كرة مع عبد الفتاح دراف الفحلي معه احمد يوسف فحلي لانس باش التوسيع باش وتدخل ما زالت تسديده قويه على امتياز للشناوي سدد سين الدين دراج قويه كوره سين الدين دراج والامتياز كان لاحمد الشناوي يضرب طويلة كرة فالوميندي والهدف الثاني ربيع حريمات يمضي الهدف الثاني للعساكر الزعيم يتقدم بهدفين مقابل 0 هنا في القاهرة أمام حامل اللقب بيراميدز 2-0 تصعب المباراة على بيراميدز بعد هذا الهدف الثاني مرة أخرى في أول 10 دقائق يتمكن الجيش من التهديف بعد هدف رضا سليم في الدقيقة 9 من مدرب الجيش لم يقم بأي تبديل إلى حد الآن تمشي كرة مصطفى فتحي قطعت من ربيع حريمات
محمد شيبي. شيبي كرة المرور مصطفى فتحي بعيدة تسديدة مصطفى فتحي إلى خارم ديا كيغالي. أنس باش كرة للجيش الملكي، أكيد يلعب أكثر أريحية بعد أن نجح في الهدف الثاني. سدد رضا سليم بطاقة لزين الدين دراك، وكانت بطاقة وهدف تثليل الفارق. هدف تثليل الفارق لبيراميدز. قلت قادر أنه يرجع في أي لحظة، له كل الإمكانيات بيراميدز أنه يعود في المباراة. هدف تثليل الفارق بكرة مباغتة، ينجح بيراميدز في تثليل الفارق. 2-1 دور الأسبقية للجيش الملكي. هنا انذار بطاقة وانذار للوادني، يبدو لي مروان الوادني. هذه عادة مايلي فيستون مايلي في كرة نفذها الشيبي بين الوادني وفالو من مرفوعة كرة ومرتدة على العارضة، وكاد يباغت المدافع هو من سدد. المدافع في محاولة إبعاد كرة دراك، ترجع كرة لأحمد التقناوتي في دفاع البيراميدز، ويخرج في كرة لحامد حمدان. ممتاز المراوغة من عود الفخوري. التوزيع كرة أوباما، تدخل نجح مايلي في تذليل الفارق. تمشي كرة مصطفى فتحي، مهند لاشين. التوزيع مايلي تقناوتي. مايلي بضربة راسية في دين الحارس أحمد التقناوتي. مرة أخرى مايلي ينجح في تسديد. شيبي بدأ يتحرك نسبيا. شيبي محمد شيبي، كرة التعادل مش ممكن بطريقة غريبة. عود الفخوري، كرة هدف التعادل. تحرك محمد شيبي في الدقائق الماضية، تحرك الشيبي في الدقائق الماضية. التوزيع وحده كان في القائمة الثانية. عود الفخوري يودر دفع كرة وادني رضا سليم. مصطفى فتحي ينجح في تجاوز تو كارنيرو والبحث عن مايلي. أقرب كرة في وسط الملعب لمهند لاشين. تدخل ومخالفة. عبد الفتاح أضاف لاعب آخر، يونس عبد الحميد. كرة ناصر ماهر فيها ليوسف أوباما. تمشي كرة فحلي معه مرعي، والخطأ ضد محمود مرعي. عبد الفتاح دراف إلى ضربة ركنية. تدخل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام حامل اللقب بيراميدز في هذه المسابقة، مسابقة دوري الأبطال في ربع النهائي. فحلي والمخالفة لمحمد شيبي. طبعا اشتكى من ضغوطات المباريات. يوسف الفحلي يتحصل على انذار. كرة الإياب هنا في ملعب 30 يونيو في القاهرة، بينما فريق بيراميدز، وهنا ممكن ما يلومه يورتشيتش على التي احتفى فتحي.
مصطفى فتحي لأحمد سامي. ناصر ماهر، تتواصل المحاولات والبحث من جانب بيراميدز. ناصر ماهر بعيدة كورته، بعيدة كورته. ناصر ماهر ممكن زيكو كان ينتظر التمرير مع مايلي، وبعيدة كورة إلى مكان أحمد حمودان. تمشي كورة جمال الشماخ.